ماشيين النهارده علشان خاطر نعمل لقائنا مع ضيوف في الشارع، قابلنا استاذنا العظيم سمير صبري. استاذ سمير صبري، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. استاذ سمير صبري، احنا حلقتنا النهارده عن تفتكر مصر ناقصها وزارة ايه؟ وزارة ضمير عند الشعب، ان كل واحد يبقى عنده ضمير انه يحب بلده اكتر ويشتغل اكتر ويؤدي خدمات لصالح البلد مش لصالحه هو شخصيا. طيب يعني حضرتك شايف ان احنا ناقصنا وزارة ضمير في مصر. طيب انا لو عينت حضرتك دلوقتي وزير للضمير المصري، ايه اول 3 قرارات حضرتك هتاخدهم عشان ترجع الضمير للشعب المصري؟ اللي مش هيشتغل بأمانة ويؤدي عمله 100% لا نستغنى عنه، ويبقى في درس أكتر، دروس دينية بتوعي الناس يعني إيه ضمير، دروس في تعليم مرتفع غير التعليم اللي موجود حاليا يعلم الناس الانتماء للمدرسة وللبيت وللوطن، الحاجات اللي احنا اتعلمناها زمان. لو قدرت انا اعمل ده واعالج الجهل والمرض والفقر، يبقى انا نجحت ان انا اخلي مصر ترجع كما كانت من 40-50 سنة. طب حضرتك تفتكر نسبة الجهل العالية دلوقتي ما بين الناس احنا ممكن نكسرها ازاي لو بنسبة حتى 50%؟ ما هي عايزة بس إيمان بأن التعليم مهم جدا، وأن يبقى عندي أنا رغبة أن أنا أتعلم، وأن الظروف الفقر اللي موجود بكثرة بتخلي في العيال الصغيرين ما يروحوش المدرسة يشتغلوا عشان يساعدوا أهاليهم، أو البنت ما تروحش المدرسة عشان تساعد أبوها وأمها، وساعات بيبقى في أب كسول مش عاوز يشتغل وعايز يشغل مراته وعياله وهو قاعد نايم في البيت على ظهره. كل هذه العيوب عايزين نعالجها ونرجع الناس تاني لوعي كما كانت مصر عندما كنا 20 مليون نسمة قبل ثورة 52. يا رب ان شاء الله. وفي اخر حلقتي احب اشكر حضرتك، متشكرة جدا انك اديتنا من وقتك نسألك الاسئلة دي. ميرسي جدا لحضرتك. الف شكر يا فندم. اعزائي المشاهدين، اشوفكم حلقة جديدة ان شاء الله من على الناصية وفي شارعنا شارع الحجاز. شكرا. تمام. يلا يا حاج.